يعني تداخلا ومن اكثرها تفاصيلا، فيها عدد طلاب كبير، عدد مدرسين كبير، جداول امتحانات، هناك الكثير من التفاصيل. كيف يمكن جدولتها؟ احنا ممكن ان احنا نحول الاعمال دي كلها، دي اعمال اداريه تتحول كلها للشبكه، ويكون في اداره الكترونيه خاصه بكل نظام موجود فيها، زي الجدول يكون جدول الكتروني مربوط بالشبكه، ويكون خاص بمدرسه، وكل مدرسه لها جدول الكتروني خاص بيها. يعني حتى جدول الحصص جدول الكتروني هو اللي يوزع حسب عدد الحصص المدرس، وحسب الوظيفه اذا كان مدرس اول او معلم خبير، كل واحد له عدد حصص معين. هي البرنامج او الشبكه هتعمل الجدول الالكتروني ده، وعن طريق الجدول الالكتروني هتنظم عمله على مدار الاسبوع. يعني اول المراحل هنبدا من الهرم، من اسفل الهرم، من القاعده، وهي الساعات المدرسيه. لكن هيقابل حضرتك مشكله مهمه جدا، وهي مشكله المدارس اختلافها. هناك مدارس نموذجيه، هناك مدارس خاصه، مدارس حكوميه، اختلاف انواع التعليم. مع نظام المدرسه نعرف سياسه كل نظام، وحسب السياسه اللي هي ماشيه بيها نقدر نعمل اللي هو العمل، نحول عملها من عمل اداري لعمل الكتروني بما يواكب نظامه هو، وده بقى هيختلف من مدرسه لمدرسه، ومن نظام قطاع لقطاع تاني. ده هيكون محتاج من حضرتك يعني دراسه متأنية مع وزاره التربيه والتعليم. هو المفروض احنا كنا شغالين برضو في الموضوع ده، حتى تعد عمل دراسة من حوالي بتاع 4 شهور، لكن الموضوع وقف برضو، خاص كشامل للتربية والتعليم، جداول وامتحانات وتطور التربية والتعليم، وازاي الخطة الاستراتيجية تمشي بقى للتربية والتعليم، لكن للأسف ما تفعلش الموضوع. طيب حضرتك كمان كنا نتحدث عن موضوع مهم جدا، وهي الكنترول الامتحانات. قلت لي ان هو بينفق اموال باهظه على الدوله، وممكن توفيرها من خلال هذه الجدوله. هو كنترول في مصاريف بتصرف عليه كبيرة جدا، ملايين، كل إدارة بتصرف مئات الألوف، غير ان بيحصل تزوير ولعب، وطبعا اللي بيلعب بالقانون وبيزور بالقانون بحيث ان هو يخرج نفسه من الموضوع. طلبه ما تسالش انها تنجح وبتنجح، والكلام ده موجود فعلي، لكن بالنسبه كسياسه وزاره مش سهره، او مش ما حدش يعرف عنها حاجه، ما حدش يعرف بالشغل. ده صعب يعني. اسمح لي اتوقف عند فكره يعني من لا يستحق النجاح ممكن ينجح، لان ده ممكن يشكك في اشياء كثيره يعني. لا، بيحصل لعب في الاوراق الامتحانات نفسها، وفي شكاوي في النيابه الاداريه كذا حالات ان في ناس ملعوب في الورق بتاعه واخده درجه مش درجتها، وللاسف بيتحرق الورق ويقول الورق ضاع. مش هنشكك يا باشمهندس، يعني احنا مش هنشكك في ضمائر المدرسين، لان المدرس هو اساس يعني المنظومه التعليميه، والمدرس يعني على راسنا من فوق في كل الميادين. لكن ماذا سيوفره لو تحول النظام الالكتروني؟ هو النظام الالكتروني بقى ان الطالب هيخش يمتحن على الجهاز، كل واحد باسم، المدرسه كلها تقسم مجموعات، هنطور اجهزه الكمبيوتر، هتكون اجهزه تاتش، الشاشات بتاعتها تاتش، هيخش يختار الماده اللي عاوز يمتحنها، بتبقى ماده اختياريه، عاوز يمتحن علوم يمتحن، عاوز يمتحن رياضه يمتحن. هيكون موجود على الشبكه مجموعه من الاسئله بالاجابات بتاعتها في زمن معين لكل ماده. الطالب هيخش يحط بصمه ايده على الجهاز، يظهر اسمه، اذا كان الاسم صحيح هيضغط موافقه على الشاشه، بعد ما ياخد الموافقه هيختار الماده، من الماده هيبدا يمتحن، يعرض له سؤال ويجاوب عليه، وبمجرد ما ينتهي الاجابه او على الاسئله هتظهر له النتيجه، اذا كان جايب مثلا 50 من 100، جايب 60، الدرجه اللي هو جايبها. استاذ باشمهندس، يعني اسمح لي نتوقف معك عند فكره الامتحان عبر شبكات الانترنت، او الامتحان عبر الكمبيوتر، لان انا بتعامل مع طالب يعني ممكن ما يكونش شايف الكمبيوتر لكن ما اتعاملش معاه. يعني انا بتعامل مع كثافه طلابيه تفوق ال70 طالب في بعض المدارس، يعني لو قلنا متوسط 50 طالب، فبتحدث عن مشاكل كثيره جدا. يعني ده ممكن يكون طموح على 2050، لكن الان هل ممكن تطبيقه؟ هو ممكن تطبيقه لو احنا قسمنا المدرسه لمجموعات
بعد انتهاء الدراسي ان انا ممكن اخد 10 15 طالب وادربهم تدريب جيد، بعد كده اعمل لهم اختبارات كعينه عشان خاطر يتاهلوا فكريا ونفسيا لحاجه زي دي، وبعد كده ابدا اطبق على الواقع ويكون تمشي بشكل رسمي وواضح اكتر من كده. حضرتك محتاج كمان تطوير المناهج، لان انت بتتحدث عن يعني يمكن اقرب الى المناهج الامريكيه اللي بتتعامل مع فكره صح وغلط، مع فكره نعم ولا، لكن احنا لسه عندنا يعني بنقيس بالمتر الاجابه. ايوه فعلا هنطور المناهج، وعلى فكره الامتحان لما يكون الكتروني هيكون افضل بكتير، لان انا ممكن امتحن من كل درس اديله سؤال، لكن لما انا اعمل ورقه امتحان لجميع انحاء الجمهوريه فبختصر مجموعه اسئله معينه، وعشان خاطر الوقت ومعظمها بيكون كلامي وما المقصود بيه وحاجات كتير بتاخد وقت، فالامتحان لما يكون الكتروني هيكون افضل واسهل، وهيوفر ليا في الوقت وهيوفر ليا في المصاريف، هيقلل حالات التزوير. النتيجه تظهر في الحال، ممكن تتعرض على الوزير، يعني الوزير لو حب يعرف نتيجه مدرسه معينه في الجمهوريه، مجرد ان هو يدخل من الجهاز اللي يكون موجود عنده يدخل على الشبكه اي تظهر له المدرسه، يحدد المدرسه اللي هو والماده واسماء الطلبه اللي امتحنوا والدرجات بتاعتهم والمجموع ونسبه النجاح قد ايه ونسبه الرسوب قد ايه. باشمهندس خليني اتوقف مع حضرتك يعني فكره الامتحانات مره تانية، لان احنا يعني عندنا هاجس الامتحانات وتسريبها خاصه في الثانويه العامه، فده يعني مش ده هيكون مدعاة اكثر للتسريب والاختراق؟ لا، هو هيتحط لجنه من الخبراء من جميع المواد، كل المواد دي هتحدد جميع الاسئله اللي موجوده بالاجابات بتاعتها، وهيقوموا المختصين بوضع الحاجات دي على الشبكه ويحدد الاجابات السليمه بتاعتها، وبعد كده الشبكه هتبدا تمتحن الطالب الكتروني وهي تديله الدرجه في النهايه. يعني ده بنسبة الكنترول وكده، يعني مش هيكون عندنا مثلا كنترول الثانوية العامة، يعني ممكن الطالب يعني توتر الأعصاب وهذه يعني المأساة اللي بيعيشها كل بيت في مصر علشان الطالب يمر بمرحلة الثانوية العامة، ده ممكن تتلغي لأنه النتيجة هتظهر له فورا؟ فعلا تظهر في الحال، مش هيبقى في وقت، ممكن يعني مجرد ان هو ما يخلص المادة تظهر له بالنتيجة ومجموع المواد اللي قبليها، في نهاية آخر امتحان ياخد مجموع المواد اللي بعديها، وممكن كمان يتحدد له الكليه اللي هو يخشها الكتروني. ده حلم ده يا باشمهندس ولا ممكن تطبيقه، او مدى استجابه وزاره التربيه والتعليم لفكره حضرتك؟ هو استجابت قبل الثوره شويه لحد ما، وبداوا يعملوا اللي هو تدريب المدرسين على البرامج، وبعد كده المشروع وقف، جينا نشتغل بعد الثوره تاني. يعني انت عارفه حكايه الكنترول دي بيقفل الحنفيه على الناس كتير، فاتحط الموضوع في الدرج. يمكن يعني مدى استجابه الوزاره، وهل حضرتك تقدمت مسبقا لوزاره التربيه والتعليم بالمشروع وبدا فعلا بعد العمل؟ كانت اولى المراحل اللي اشتغلتوا فيها يا باشمهندس؟ كان في الأول في 2006 بدأنا بتطوير الطلبة وتطوير المواد العلمية لحين انتهاء من الشبكة كاملا. بدأنا ناخد خطوات إيجابية في التربية والتعليم ده في عام 2006 و2007، وبدأنا ندرب طلبة فعلا، وفي خلال 3 شهور كان يقدر الطالب يصمم برنامج، مش هو يبقى مستخدم على برنامج. طالب أي مرحلة؟ طالب احنا خدنا عينات من أول رابعة ابتدائي لغاية تانية ثانوي. مدة التدريب كانت قد ايه اللي خرجت لنا طالب متمكن لهذه الدرجة؟ هو عشان خاطر اعداد كمبرمج كان التدريب على البرامج كان بيحتاج شهر، عشان خاطر يبقى مبرمج يصمم برنامج قاعدة بيانات لشركة او لبنك او لمؤسسة. مبرمج، يعني مبرمج ده كلمة، يعني يمكن الهند عندها اسبقية انها عملت وادي كامل وصناعة يمكن بتقود اقتصاد الهند حاليا، فهل ممكن يكون عندنا طموح لذلك؟ انا اقول لحضرتك على حاجة، في 2007 كان احنا متعلمين اكواد معينة في الدراسات اللي عندنا في الكليات وكده، فكان في كود معين للآلة الحاسبة. الكود اللي احنا متعلمين كود بدائي شوية، طبعا الحاجات دي كلها جايه تعليم من امريكا، فهم مش عاوزين يدونا الكود المميز. اللي جاب الكود الكويس اللي هم شغالين بيه طالب في رابعه ابتدائي. شكرا لحضرتك يا باشمهندس، اتمنى لك التوفيق. شكرا يا فندم، شكرا. مشاهدينا الكرام، التربية والتعليم من خلالها يبدأ الإصلاح. الهند تقدمت وأصبح صناعة البرمجيات تقود اقتصاد الهند، نتمنى أن يكون لدينا صناعة تقود اقتصاد مصر. شكرا، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.